متضايق؟ طيب تعملي ايه لو انتي متضايقة؟ لو انتي متضايقة لازم تبقي مصدقة وبتحاربي احساسك من جوه بعدم القيمة. لازم تبقي عارفة ومتأكدة انك انتي مش وحدك، وان ستيل في ناس بتحبك حتى لو انتي مش شايفة ده دلوقتي. حتى لو انت شايف انك انت وحدك، لازم تبقى متأكد انه انت مش وحدك. لازم ما تسيبش وقت فراغ كبير في يومك ولا انتي كمان، لان وقت الفراغ ده دايما بيستغل في الحاجات الضعيفة او الغلط اللي بنقع فيها، وده بيقلل من احساسنا بقيمتنا وبيقلل من احساس كرامتنا لنفسنا، فبيبوظ الدنيا مش بيحسنها. لازم تغير وتغيري الانبوتس بتاعتك في اليوم او المدخلات بتاعتك في اليوم. يعني بدل ما تسمعي اغاني جرح طول الوقت وتعيطي، لازم تسمعي اغاني ايجابية، او يا ستي اناشيد دينية طول الوقت. حاولي تشغلي نفسك بره دايرة الحزن بتاعتك او بتاعتك. يستحسن انك انت كمان ما تقعدش في البيت خالص، تطلع مع صحابك وما تتكلمش في الموضوع. خلي بالك ما تعملش اي حاجة تقلل من قيمتك او كرامتك في عين نفسك. خلي بالك انه كمان الوقت اللي انت بتقضيه لازم يبقى فيه اعمال رحمة وخير. لازم انت كمان تقومي من دايرتك وتساعدي الناس اللي حواليكي. واخر حاجة اللي احنا دايما بنخليها اخر حاجة، زي ما انا عملت في الفيديو ده، بس للأسف هي لازم تكون اول حاجة، تتقرب من الله. لازم الطقوس بتاعة دينك ايا كانت ايه هي تقوم بيها، حتى لو انت مش قادر، حتى لو انت تعبان، لانه عند ربنا كده منطقة راحة ما بتلاقيهاش في اي حاجة. اما بقى في قصة الاكل، زي ما احنا قلنا ان في حالات في وقت الالم او الحزن ما بتاكلش خالص. لازم تبقى عارف وتبقي عارفة انه جسمك ده او جسمك ده امانة في ايدك. لو انت ما اكلتش صحتك هتقع وهتتعب اكتر، فمن مصلحتك او مصلحتك انكم انتوا تاكلوا. ولو انت من الناس اللي بتاكل كتير وانت متضايق، احنا عرفنا ان ده مش اسلوب للمتعة، فلازم زي ما قلتلك وقلتلك تشغلوا نفسكم وتشغلوا وقت الفراغ، عشان ما تدوش فرصة لوقت الفراغ انه يجريكم على التلاجة. وعشان سهلة تبقى احلى، اعملوا لايك وفولو وتابعوني في الفيديوهات اللي جاية.